التلميذه غادي رجعات اليوم للقرايه، رجعات الاساتذه ديالهم اعضاء المجلس ديال القسم والاداره ديال المؤسسه، لان هذا الشيء اللي قالوه في الوسائل الاعلاميه مجانب للصواب ماشي صحيح. الوقيته اللي خبرنا بالحدث قرر بالسلوك ديال بنته ماشي اول مره، لان قبل كانت في مؤسسه في الجنوب في مدينه السماره. السنه هذه وافده عندنا في المؤسسه، المنسق الرئيسي ديالها مازال ما توصلنا به، وديالو يعني اعترف بانه راه ماشي هذا المشكل ديال التقرب من الذكور ماشي جديد عليها، راه هذا الشيء تعاود عندكم انتم. دابا انا غادي ناخذ القرار ديال انني نوقف الامتحان الدراسي. كاين احتجاجات لا والو، فقط كاين شويه ديال النظام داخل المؤسسه، بحكم ان الاساتذه اللي الان تيشتغلوا هما اعضاء في مجلس التدبير، مجلس القسم ديالها اللي حنايا عقدناه هذا الصباح هذا، وكان شي شويه ديال صعوبه ديال التنظيم، ما كاينش شي احتجاج. وذاك القرار ديال الطرد راه جاء بناء على الموقف ديال الابن ديال الاب ديال التلميذه اللي اعترف بها بالسلوك ديال التلميذه، بحيث انها يعني كثيره الحركيه وكثيره القرب من الذكور. داك الشيء اللي قال راه ماشي صحيح. انا ما قلتلوش ان بنتك من بعد الا بغات تنتحر، هذه ما كايناش نهائيا، افترى عليا الله اللي غادي يخلصوا. القرار ديال الطرد راه جا بناء على الاعتراف ديالو والموقف ديالو من ايقاف يعني